السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. الموضوع ديالنا اليوم اللي غادي نتكلم على المغنية والأخت ديالها وكذلك قبيبو. هادشي كامل غادي تسمعوه أخوتي في هذا الفيديو. حنا كاملين كيف ما كنعرفوا أن المغنية تم استدعاء ديالها من محكمة استئناف، هي والأخت ديالها، وكذلك هادشي كله غادي نوضحوه هنا في هذا الفيديو. المهم احبابي، طلبا وليس بامر، ديروا لي لايك والبارطاج مع الاصدقاء اذا كان ممكن، وخليوا لي التعليق ديالكم اللي كتهمنا. المهم اخوتي، اليوم في الصباح ان الاخت المغنيه كانوا استضفوها واحد البرنامج وعيطوا لها وقالوا لها بغينا نهضروا معاك على هذا الحساب المشؤوم، كيفاش واش نتوما مازال متهمين في هذه القضيه. وبدات كتبكي وقالت لهم هادشي كله ما منه حتى حاجه، وهاد الناس بغاو يطيحوا علينا الباطل. المهم اخوتي غادي نقرا لكم المقال، وكذلك غادي نقول لكم اشنو قال قبيبو. اش قالت في دروب الحياه كانت ضربات وعقبات بالنية اسقاطنا، لكن دعوات الوالدين والقلوب الطيبه وحدها هي اللي كانت كتساندنا. الام الحبيبه تسقط وتنهض معنا، ان الله يحبنا ويرعى كل خطواتنا ويعوضنا العوض الخير. المهم أن كل التجربة الصعبة تعلمنا دروس كبرى الحياة، وكتغمض أبصارنا والمستور المكشوف. واليوم كنقولها من أعماق قلبي، أنا غير إنسان كنبكي وكنفرح وأنهار، وأنا كنملك إحساس مثل البشر، وبكائي هو اللي كيبين عن قهري. ولو تشوفوني كنضحك لداخل ربي لعن بيا. المهم هنا كتبقى كما كنقولوا علامة استفهام. وقال تاني الحلقة غدا إن شاء الله، وكنتمنى غادي ندير واحد الحلقة وتنال الإعجاب ديالكم. أحبكم جميعا. هذا هو الكلام. من بعد خوتي كيخرج قبيبو، ومني شاف الزوجة ديالو أنها كتبكي في هذاك البرنامج والمعاناة اللي كانت كتعاني منها داخل السجن، وشي حوايج قالت لهم انا راه عندي شي حوايج داخل قلبي كيف ما قريت لكم هنا. هو اشنو قال لها؟ قال لها والله كون صحاب ليا غادي تخرجي وتبكي، هذاك الشيء اللي تعذبت عليه كامل باش انك تنساي هذاك الشيء اللي داز عليك، لكن بحال كنكب الماء على الرمله. ولكن للاسف كيتكلم راه هي الصوره ديالو، والسيد راه هو ربي يعان به. المهم اخوتي، الحلقه اللي قالت هي غدير غدا مازال ما عرفنا اين حلقه غادي ديال تشهد الحلقه. وحنا كنعرفوا هاد الناس شويه فيهم ديال الكذوب والبهتان كما كنقولوا. كيف ما قالوا في قبل ما يبدا سيدنا رمضان، حنا غادي نديروا واحد التمثيل واحد الفيلم وطاطا والى اخره، وخليهم دابا خليهم يقولوا ويكتبوا اللي بغاو. دابا هي فاش اليوم استضفوها واحد البرنامج وقالوا لها بغينا نتكلموا معاك، اشنو دات كتبكي وعاودات لهم معاناه، وقالت لهم باننا حنا مثلا زعما راهي ابرياء وهاد الناس ظلمونا وحنا ما دايرين حتى حاجه. وحنا كاملين اخوتي شفنا البارح بزاف ديال الناس كيقولوا اين النقد ديال المغنيه. فالبارح اخوتي جميع المقالات اللي كاتبين هذا الخبر على المغنيه، على هذا الاستدعاء، وغادي نقرا لكم. علمت من المصدر موثوق ان استدعاء محكمه استئناف للفنانه المغنية بطمة، وذلك لمواجهتها وشهادتين بينهما أختها التي ساعدتها في قضية حمزة موبيبي، حيث سيتم من خلالها إصدار الحكم النهائي بالقضية. هذا هو الخبر أخوتي. هنا فاش كنشوفوا الأخت ديالها ابتسام بعد ما أنا استضفوها هذا البرنامج، بدات كتبكي وتصدمات، وقالت بأن عندها شي حوايج داخل القلب هي اللي هزا ديك الدقة. وش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله، هما اللي داروها بيديهم. يا ما تكلمنا معاهم في هذا الحساب مشؤوم. شي الله البدايه فاش شفنا سلطانه وشفنا مريم سعيد وهضرنا معاهم وقلنا لهم كونوا مع الله يكون معاكم، وهذا الشيء اللي كديروا فيه راه خطر. وكتخرج هي وكتسبنا، وراه دوك الفيديوهات كاملين راه باقيين الان اخوتي منشورين في مواقع التواصل الاجتماعي. اللي قالت لنا اللي مازال نتوما كتكلموا يا الفيران علينا حنا، وانا ما كرهش انكم ندخلكم لواحد البيت وندير لكم ليسونس وسير بزاف ديال الكلام. وكذلك الام ديالها اللي هزات السيوفه وقالت لكم مازال ما عرفتوا شكون هي دنيا، خصكم تعرفوا دنيا، وهي اللي فعلا خرجات وقالت لنا خصكم تشلوا فامكم بالسمن والعسل. وهذا الشيء كامل راكم شفتوه اخواني اخواتي الكرام.
يعني هاد الناس هما اللي داروها بيديهم وتكلمنا. هادو الفيديوهات ديالنا راه كاملين شاهدين علينا باقين في القناه، وتكلمنا معاهم بياتي احسان، وهادشي اللي كديروا فيه راه خطر. لكن للاسف هاد الناس عاد ما جعروا، وشفنا شي مسائل اللي منهم هذاك هريوي مدينه مراكش وبزاف بزاف بزاف، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم اخوتي، هذا هو الخبر اللي سمعتو دابا، بان المغنيه تم الاستدعاء ديالها من محكمه الاستئناف، وهي والاخت ديالها، وغادي عاوتاني يشوفوا القضيه كي دايره، حيت هي كانت دائما كتلمح المغنيه بان المرحوم ديال بوعشرين زعما راه بغى يدمص القضيه وما كاينه حتى حاجه، وسير وسير وسير. لكن اخوتي راه قلت لكم راه دابا المخزن راه عندهم الملف ديالها، وراهم متبعين القضيه بشويه بشويه بشويه. اكيد غادي يتكلموا معها، وعاوتاني الفرقه الوطنيه عفوا غادي تتم البحث كذلك مره ثانيه في هذه القضيه، لان هي كانت قالت واحد الخرجه لا كنتمنى ان هذاك الملف يعاودوا ثاني يشوفوا، لانني انا بريئه وانتم غادي تغرقوني وانا ما دايره حتى حاجه، وسير وسير. والفرقه الوطنيه دايره خدمتها، نبينا عليه الصلاة والسلام. هادشي اللي كاين اخوتي. وهاد الخرجه اللي خرجت الاخت ديالها وكتبكي، راه واحد المقطع اللي صراحه الله باش نقول لكم، بقيت هكا نقول قلت العقل كدير مصيبه اللي كنشوفوا دابا حنا هنا. وللاسف الام ديالهم ما زيرتش الحبل مع بناتها، وفي الاخر احنا كنشوفوا النتيجه كي دايره. ومع ذلك انهم بعض الحسابات اللي كنشوف هاد اليومين على كيفاش كيتكلموا على الاخ تحفه، ولا كذلك حتى على المديمي، كيضربوا هكا ويضربوا هكا الناس فرحانين لان كان بيناتهم واحد الخصام. وانا كنقولها وكنعاود نقولها خوتي في الفيديو السابق ولا هذا، محمد المديمي انه كيقول بان راه هو شاك شي حوايج وشي مسائل. انا متبع المساره ديالو، وراه كلشي غادي يبان عند المخزن، القانون راه غادي يبين كلشي. هذا هو الكلام اخوتي، صافي. وهما واخا يضلوا يهضروا وكيبداو يتشفاو هذوك ربعه النكافات وناشطين وما على بالهمش، ولكن خليهم يتكلموا حتى الصباح كما كنقولوا. هذا هو الكلام اللي بغيت نوصل لكم. المهم احبابي ما نطولش عليكم الفيديو، مع السلامه الى الفيديو الجاي ان شاء الله. احبكم في الله.